علمتني يا أبي معنى السعادة، وأهديتني من طيب قلبك قلادة. أنت وحدك الوطن الذي احتواني، وحضنك وحده رمز الأمان الذي اعتلاني. مدللة أنا كنت بحضرتك، ومكسورة الخاطر ببعدك. ولو أنني لا أؤمن بالمثالية، إلا أنك تستحق للأب المثالي شهادة. كغيرها من بعض دول العالم، تحتفل إسبانيا اليوم بعيد الأب. ولو أننا لا نولي هذا اليوم اهتماما كبيرا في الدول العربية، إلا أنه يعد مهما على غرار عيد الأم أيضا، وذلك تكريما للأب ولدوره الأساسي في الأسرة أيضا. لا نختلف إذن على أن الوالدين هم جوهرة هذه الحياة، لذلك اخترت اليوم أن أقدم لكم كيكتين بمناسبة عيد الأب وعيد الأم أيضا. سنبدأ إذن بكيكة عيد الأم، والتي اخترت أن أقوم بحشوها بغاناش الشوكولا البيضاء وغاناش الشوكولا السوداء. انظروا إلى قوامها كيف تكون. سأضع لكم رابط الوصفتين في صندوق الوصف. الكيكة الإسفنجية أيضا هي نفسها التي أشتغل دائما عليها، وغاناش التغليف هو نفس القاعدة أيضا التي نعمل بها، وهي مقدار من الشوكولا تعادلها نصف المقدار من الكريمة السائلة. نسبة الدهون فيها تساوي أو أكثر من 33%. طريقة تحضير الغناش وهو تسخين كمية الكريمة السائلة لدرجة الغليان، ليس درجة الغليان، وإنما ظهور فقاعات صغيرة على جدار الإناء. نقوم فورا بوضع الشوكولا السوداء المقطعة عليها ونتركها بضعة ثواني، ثم نقوم بالتخليط ونتركها ترتاح بعض الوقت. نقوم بالتغليف بهذه الطريقة، نفس طريقة تمليس الكيكة بالكريمة. كما لاحظتم في البداية أني لم أقم بإضافة غاناش الشوكولا إلا بعد أن تخلصت من كمية الكريمة الموجودة على الأطراف. هناك كمية زائدة من الكريمة لا أريد أن تخرج وتفسد لي غاناش التغليف. ربما عملية التغليف ستأخذ وقتا، لكن في النهاية احرصوا على أن يكون التغليف مقبول نوعا ما، حتى لا تظهر العيوب بعد أن نغلف الكيكة بعجينة السكر. كانت هذه هي الطبقة الأولى من غاناش التغليف. سنضع بعدها، سنقوم بتذويب الغاناش، وذلك بغطس السباتولا في الماء الساخن وتمريرها هكذا، وكأننا نقوم بإذابة الشوكولا على سطح الكيك، ومن ثم نعيد تمليسها من جديد. بعد ذلك نقوم بتذويب الغاناش المتبقي على حمام مائع أو على الميكرووند، ونقوم بوضع طبقة رقيقة وملء الفراغات التي قد نجدها لاحقا. نملأ الفراغات جيدا ونقوم بعملية التمليس من جديد. حجم الكيكة هنا كان 18 سنتيمتر، واستخدمت حوالي 190 غرام من الشوكولا السوداء أو 200 غرام من الشوكولا السوداء و100 مليلتر من الكريمة السائلة. عندما نريد نقل الكيكة المغلفة بغناش الشوكولا على قاعدة أخرى، نقوم بتمرير حافة السكين على أطراف الكيكة، ومن ثم ننقلها بكل بساطة. وبعد ذلك نقوم بتمرير السباتولا
المسخنة أو الموضوعة في ماء ساخن، ونقوم بتمريرها على الجوانب المتشققة من الأسفل حتى أيضا نملس تلك الأطراف. نقوم بتغليفها بعد أن ندهن جميع الكيكة بالكريسكو. بهذه الطريقة نقوم بالتغليف. أخذت مني الكيكة حوالي 600 غرام من عجينة السكر. طبعا بداية نقوم بتثبيتها جيدا بواسطة اليدين بهذه الطريقة حتى تلتصق بالكيكة، ومن ثم نقوم بجلب مملستين ونقوم بتمليس الكيكة وكذلك للتخلص من الأطراف الزائدة ولتشكيل الحواف الحادة. أنا في الحقيقة أفضل استخدام مملستين، لكن تستطيعون الاستغناء عن واحدة واستعمال فقط مملسة. للحصول على الأطراف الحادة دائما أقوم بهذه التقنية، وضع الأولى بشكل أفقي والثانية بشكل عمودي، ونضغط على الأطراف بهذه الحركة البسيطة نتحصل على أطراف حادة وجميلة في الكيكة. تستطيعون نثر السكر الرطب أو بعض النشا إذا التصقت المملسة بسطح أو أطراف الكيكة، خاصة عندما يكون الجو رطب. لعمل شكل تلك المعينات نستخدم هذه الأداة، أو هناك أدوات متوفرة جدا في الأسواق. إن لم توجد فاستعملوا فقط المسطرة. لا أظن أن الأمر صعب على المرأة الجزائرية، خاصة وأنها تتقن تقطيع صينية البقلاوة مهما كان شكلها، لذلك سهل جدا الحصول على هذه المعينات سواء بالأداة الخاصة أو من دونها. إن استصعب عليكم الأمر بدون هذه الأداة الخاصة فاتركوا لي في التعليقات لأضع لكم فيديو خاص كيفية وضع هذه الأشكال فقط بواسطة المسطرة. بواسطة أي أداة حادة أقوم بإبراز تلك الخطوط بهذه الطريقة. وجدت أنا السباتولا مناسبة جدا، لذلك حددت جميع تلك الخطوط. بواسطة هذه الأداة أيضا أحدد المناطق التي سأضع فيها تلك الكريات الفضية من الحلوى بهذه الطريقة جميع نقاط التقاطع. أمرر عليها الفرشاة المبللة بالغراء الغذائي أو فقط قليل من الماء. هنا للأمانة استخدمت القليل من التايلوز والماء، وذلك حتى تلتصق تلك الكريات جيدا، بما أن حجمها ليس صغيرا وليس كبيرا ولكن متوسط وثقيل، لذلك استخدمت التايلوز لمزيد من الأمان. وضعت أيضا هذا الشريط على حافة الكيكة، شريط فضي مناسب للكريات الفضية، ووضعت على السطح تزيين بسيط فقط وردة مصنوعة من عجينة السكر. سأضع لكم رابط صنع الورود بعجينة السكر بدون قطاعات، بدون الحاجة إلى أدوات احترافية، فقط سهلة وبسيطة. سأضع رابط الوصفة في صندوق الوصف. قمت بتقطيع الحروف كلمة ماما على عجينة السكر، وألصقتها مباشرة بواسطة الغراء الغذائي على سطح الكيكة، والنتيجة كيكة بسيطة سهلة وأنيقة أيضا إن كانت كذلك أو لم تكن، فأتركوا لي رأيكم فيها في التعليقات.
الآن ننتقل إلى كيكة عيد الأب. أيضا نستطيع استعمالها في أعياد ميلاد الآباء، سهلة وبسيطة نفس المراحل السابقة. عملية التزيين: قمت هنا بطي قطعة من الورق ورسم إحدى الشاربين، ثم قمت بقصها لأتحصل على الشكل النهائي وهو شكل الشاربين. سأستخدمها كقطاعة. أقوم بوضعها على عجينة السكر السوداء وتقطيعها للحصول على هذا الشكل. قمت أيضا بقص شريط من عجينة السكر السوداء ووضعته من الأمام بهذه الطريقة. أريد الكتابة فوقه بحروف من عجينة السكر البيضاء المطبوعة أيضا على السيليكون. كتبت من الأسفل فيليسدية وهي بمثابة التهنئة، ومن الأعلى وبواسطة القلم الغذائي الأسود كتبت عبارات الشكر من أم إلى والدها، تشكره تقول بأنه أفضل أب وجد على الإطلاق. إذا كما رأيتم أقوم أولا بتحديد الأسطر التي سأكتب عليها حتى تكون الكتابة منظمة ومرتبة، ثم تحديد الكتابة بقلم جاف، ومن ثم أقوم بالكتابة بالقلم الأسود، وأضع باقي التزيين بهذه الطريقة البسيطة. حصلنا أيضا على كيكة لا أدري رأيكم فيها، أرجو أن تعجبكم. في الأخير أود أن أقول لكم بأن الوالدين جوهرة ثمينة لا تكفيهم أيام أو سنين لشكرهم، كل الأيام هي لهما وكل السنين سنينهما، وكل العمر لا يكفيهما لإبداء مشاعر الشكر والبر لهما، حفظهما الله ورعاهما وأمدهما بالصحة والعافية. كذلك هي دعواتي لوالديكم بالصحة وطول العمر. اللهم لا تتوفاهما إلا وهما راضيان عنا تمام الرضا، وأعنا على خدمتهما كما ينبغي لهما علينا. اللهم اجعلنا بارين طائعين لهما وارزقنا رضاهما، ونعوذ بك اللهم من عقوقهما. اللهم وكل الأموات منهما فاغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأكرم نزلهما ووسع مدخلهما برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن كان هذا فيديو اليوم، أرجو أن ينال إعجابكم. نلتقي إن شاء الله في الفيديو القادم بحول الله. لا تنسوني من دعواتكم، وأيضا إن كنتم أول مرة تشاهدون قناتي فأدعوكم إلى زيارة القناة وتفحص المحتوى. إن أعجبتكم فلا تبخلوا علي بالاشتراك والإعجاب. إلى اللقاء.